يا جدي، كنت أقرأ عن تاريخ المغرب وتوقفت عند مرحلة سقوط الموحدين. كنت أفكر، من جاء بعدهم؟ سؤال جيد يا بني. بعد سقوط الموحدين ظهرت قوة جديدة تحمل راية المغرب، دولة المرينيين. المرينيون من هم؟ وكيف استطاعوا أن ينهضوا؟ بدأت قصة المرينيين في القرن الثالث عشر الميلادي. كانوا قبائل أمازيغية من منطقة زناتة، وظهروا كقوة جديدة عندما بدأت دولة الموحدين تضعف. رأى المرينيون الفرصة لتوحيد البلاد من جديد. وهل نجحوا؟ نعم يا بني، بعد أن قادوا عدة معارك ضد الموحدين استطاعوا أن يستولوا على السلطة في عام 1269 ميلادي. أسسوا عاصمتهم في مدينة فاس وبدأوا في بناء دولة قوية. وماذا كانت أولوياتهم؟ كانوا مهتمين بتطوير البنية التحتية والعلم. اهتموا ببناء المدارس والمساجد، مثل مدرسة العطارين والمدرسة البوعنانية في فاس، التي أصبحت مركزاً للعلماء والطلاب من مختلف أنحاء العالم الإسلامي. يبدو أنهم كانوا مهتمين بالعلم والثقافة. بالضبط، كانوا يركزون على تحقيق الاستقرار ليس فقط في المغرب ولكن أيضاً في الأندلس، حيث قدموا دعماً للمسلمين هناك عندما كانوا يواجهون تهديدات من القوى المسيحية. هل هذا يعني أنهم شاركوا في حروب؟ نعم، قادوا حملات عسكرية في الأندلس لدعم المسلمين، لكنهم أيضاً كانوا مضطرين للدفاع عن دولتهم من الداخل، حيث واجهوا تمردات وصراعات مع القبائل الأخرى. وماذا عن نهاية دولتهم؟ مثل كل الدول، واجهوا تحديات كثيرة. ضعفوا مع مرور الوقت بسبب النزاعات الداخلية والضغط الخارجي، وفي القرن الخامس عشر ظهرت دولة الوطاسيين لتحل محلهم. إذن المرينيون كانوا جزءاً مهماً من تاريخ المغرب. نعم يا بني، دولة المرينيين تمثل حقبة ازدهار ثقافي وعلمي، وتذكرنا بأهمية الوحدة والعمل لبناء مستقبل أفضل. سأخبر أصدقائي عن هذه القصة أيضاً. من الرائع أن تشارك هذه القصص، هكذا نحافظ على تاريخنا حياً في قلوب الأجيال الجديدة.